دكتور سعودي يسولف عن نفسه، يقول اداهم باحدى المستشفيات الكبيره الموجوده في فرنسا، يقول حاطين بقسم الطوارئ. يقول اموري طيبه، كل يوم طال عمرك المستشفى وراجع المستشفى، بيتي قريب من المستشفى، اموري كلها طيبه. يقول وانا بيوم من الايام قسم الطوارئ جالس، يقول اتابع الحالات الموجوده، وش الحالات اللي جت وش اللي كذا، يقول عندي الكاونتر وكذا، وشوف الممرضات وشوف الدنيا ذولا معي الكافي. يقول طلعت كذا ما حسيت ولا على فتحه الباب الطوارئ ولا داخلين الاسعاف معاهم واحد مغمى عليه. يقول ما ادري وش موضوع، يقول وادق الامرجنسي الموجود عندي واركض عليه، يقول اطلع طال عمرك ويطلعون معاي الممرضات والدنيا هذول، يقول نشيله ولا الرجال مغمى عليه مولي، يقول ميت الا شخط، ميت. يقولوا نشيله ونسوي الاجراءات الطبيه الفاست ريسبونس، الاجراء السريع، ويضبطون امورهم يسوون كل شيء. يقول الوكاد طال عمرك الحمد لله انه طلع من هالازمه اللي هو فيها، لكن ظل مغمى عليه. يقول المهم يوم ركدت حاله الرجال، يقول على طول وش سوينا؟ جينا حطينا طال عمرك بقسم الطوارئ، نومناه على اساس ان الامور كلها ان شاء الله مضبوطه. يقول شوي ولا على جهه اداره المستشفى والناس الموجودين، قالوا الرجال هذا لازم يتنوم، ان نخليه هنا بالطوارئ لا ما يصير، لازم يتنوم فوق، لكن شوفوا لنا تامين طبي عنده شغلات كذا. يقول بحيث اني انا الدكتور المسؤول عن الطوارئ كل يوم جيت طال عمرك قلت خلنا نشوف التامين الطبي اللي عنده الشغلات. يقول جيت الرجال حاول يصحي انسى الموضوع، الرجال نائم رايح. يقول الحمد لله انا حالته مستقره. يقول المهم اني حطيت ايدي تعرف اللي باغراضه وكذا ببوكه، واخذت طال عمرك البوك، فتحت البوك، يقول وطالع، يقول اقشر مع اليوم فتحت ولا الرجال جزائري. يقول قلت هذا المسكين العربي اللي طاح بين هالدنيا هذه كلها، لكن عسى الله يفرج عنه. يقول فتش البوك ولا ما في الا 10 دنانير. يقول واخذ البوك واخذ اغراضه واحطها جنبه، قلت يا الربع ترى هذا ما عنده تامين طبي وهذا جزائري، لكن خلينا نشوف اذا صح من النوم نشوف وضعه شلون صاير. قالوا خلاص خلوه. يقول واجلس عنده. يقول يوم شفت الرجال نايم طلعت على طول على الموجودين من الممرضات وغيرهم، قلت هذا يحتاج وصفه طبيه، يحتاج شيء. قالوا ايه، ويطلعون طال عمرك الوصفات الطبيه والشغلات وهذا. قالوا لازم يجيب العلاجات هذه من برا او يشتريها من الصيدليه الموجوده هنا، المهم انه لازم يضبط اموره. قال اجل خلوه لما يصحى منه. يقول واجلس عند الرجال طال عمرك من الساعه 6 الصبح الى الساعه 4 العصر. يقول وانا اجلس اراقب الرجال، تعرف لي كل شوي اروح اطلع واجي واراقب متى يقعد. يقول لانه العربي الوحيد وانا ما في بالمستشفى هذا الا انا سعودي، فتعرف اللي ما حبيت اني اخليه لحاله بين الناس هذول يتورط معاهم ولا ما ادري وش اللي يصير بالضبط، فلذلك جلست. يقول جالس طال عمرك الين صح الساعه 4. يقول يوم صح من النوم، اول ما صح قلت له الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه، ان شاء الله طالع من الشر. يقول قام يطالع بالدكاتره، يطالع بالدنيا الموجودين. قال انا وين؟ يقول قلت له انت بالمستشفى الفلاني كذا كذا. قال ليه وش اللي صار؟ قلت له لقيناك مغمى عليك بالشارع وجبناك. يقول طالع فيني كذا، قال انت مين؟ قلت انا دكتور سعودي داوم هنا عندهم المستشفى، ويوم شفت انك عربي ما حبيت اني اخليك بين الناس الموجودين هذولا، فتعال من باب الحميه وكذا، وابي اعرف يعني وش الوضع اللي عندك يعني. قال الله يجزاك خير الله يجزاك خير. لا والله بس تعبت والامور ان شاء الله طيبه. ما في اكل؟ قلت لا بالله في اكل وفي كل شيء يفو عليك. يقول واجيب له من الاكل الموجود الشغلات البسيطه يعني سناك وشغلات. يقول ياكل الرجال، يشرب له شويه مويه، يقول يسترد عافيته ويجلس يعني اموره طيبه. يقول يوم شفت اموره طيبه والحمد لله ما عليه شر يعني، قلت انت لازم تتنوم بالمستشفى هنا. قال لا ان شاء الله ما يحتاجها. قال بغض النظر ما تبي تنوم كيفك، لكن في علاج او وصفات علاج وقيمتها شوي عاليه، وانا بيني وبينك ما اخفيك فتحت بوكك وفتحت الدنيا هذه كلها ولقيت انه ما في عندك الا المبلغ البسيط هذا يعني. فما ادري هل عندك مبلغ ثاني، هل عندك شغلات، هل في ناس تعرفهم هنيه تكلمهم على اساس انهم يجون وكذا فبعرف حالتك. قال لا والله انا ما اعرف احد هنا. يقول انا توني جاي يعني، بس ما ادري وش اللي صار، تعرف الظاهر ارهاق وكذا ومن جيتي، بس ما اعرف احد هنا للحين ما اعرف احد، لكن ان شاء الله الامور طيبه. قلت ان شاء الله الامور طيبه، تحتاج انا اعطيك بشيء اضبط اجيب لك العلاج من الصيدليه الى ان. قال لا 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 الله يعطيك العافيه. وين الوصفه؟ يقول قلت له هذه الوصفه، طلعت الوصفه. يقول قرا الوصفه كذا، يقول مسكها، يقول سلمها لي. وانا طالع فيه ايه؟ قال ممكن خدمه اخوي؟ قلت ايه ممكن عفوا عليك امر بس. قال ممكن تطلع بالشارع وتوقف بس ابو 10 دقائق نص ساعه ساعه. يقول المستشفى كان على الشارع العام يعني والناس كلها موجوده. يقول بس توقف برا واي واحد تشوف عليه لمحات جزائري على طول وقفه وعاطه طال عمرك الورقه هذه وقول له اخوك الجزائري موجود بالمستشفى ويحتاج تصرف له العلاج هذا وتجيبه له. يقول يوم قال لي كذا قمت اضحك لا شعوريا كذا الحال، وطالع فيني كذا قال ايش فيك تضحك هسه ما شر؟ قلت لا والله بس سالفتك يعني شلون اطلع برا وادور لك جزائري ولا؟
قال لي بفرنسا في جزائريين كثير. قال لي اعرف بس انه ما يعرفك الرجال، يعني حتى لو اعطيه ما يصير الكلام هذا، خلني انا اساعدك قال لا الله يعطيك العافيه، ممكن بس تسوي اللي قلت لك عليه ومشكور وما قصرت. اليوم شفته اصر على الموضوع، تحاضر مني يقول اخذ طال عمرك الوصفه واطلع برا، وانا تعرف داخلي قاعد اضحك اقول له هذا من جد يتكلم ولا شو الموضوع؟ يقول اطلع طال عمرك، وانا واقف برا واتفرج على الماره الرايح والراد، ابي اشوف لي سحله جزائري، اللبس الجزائري يمر قدامي على طول بكلمه. يقول شوي بنص ساعه كذا ولا 3 جزائريين قاعد يتمشون. يقول جيت انا حاسبهم مغاربه، السلام عليكم، تعرف شمال افريقي كله نفس الشيء تقريبا كذا، بس يميزهم شغلات بسيطه يعني. يقول وجه عندهم السلام عليكم السلام، قلت الاخوان من الجزائر؟ قالوا لي نعم امر. قلت والله الدكتور فلاني واداوم بالمستشفى هذا اللي وراكم تشوفونه بقسم الطوارئ. يقول ابتسموا وقالوا حياك الله اخوي، تفضل امر وش اللي تبي؟ قلت والله ما في شيء، بس انه في عندنا مريض جزائري وموجود داخل، وقال لي خذ الوصفه وعطى لاي واحد جزائري وخليه يجيب الوصفه وقول له اخوك الجزائري موجود داخل بالمستشفى ويحتاج منك انك تصرف له الوصفه هذه لانه ما عنده فلوس. يقول خذ الوصفه الرجال مني، تعرف اللي يوم خذاها قلت ايش فيها؟ ايش في مستعجل الرجال؟ قلت انت تعرف الرجال اللي داخل؟ قال لا بس وين الوصفه؟ قلت هذه. يقول هو خذ الوصفه. قال وين هو اي مكان بالضبط؟ قلت والله هو موجود بالطوارئ الحين، بس احنا هذا اسمه هذا كذا ونبي نوديه التنويم بالغرف الموجوده بالمستشفى وان شاء الله اموره طيبه. قال خير ان شاء الله، نص ساعه ان شاء الله يجيك. يقول حاسبه يضحك الرجال، حاسب ان الموضوع فيه مزحه في شيء، يبون قالوا هذا عبيطنا بيستعبط عليه اكثر. يقول طلعوا طال عمرك من عندي وخلوني، جيت المستشفى واجلس عند الدكاتره، قالوا وش العلم وش اللي صار مع الرجال الجزائري هذا؟ قلت والله الموضوع 1 2 3. يقول يقومون كلهم يضحكون عليه، يقولون يضحكون وهذا. قلت يا الربع معلش الرجال يكون مريض ولا كذا لا، وفي واحد ترى برا خذ مني الورقه وطلع على اساس انه بيجيب الوصفه ويضبط الامور. يضحكون قالوا هذا اكيد انه تعرف ان الناس الموجودين ولا هذا بيشقق الورقه يقول مجانين هذول، جايني والله اخوك جزائري اخوك جزائري. وش اخوك جزائري؟ ما تصير بالمنطق ما تصير يعني. يقول احنا نسولف مع بعض كذا، يقول ما حسينا وينفتح باب الطوارئ. يقول يوم طالعت كذا يقول اقشر ما علي، ولا هذول الجزائريين ال3 جايين، 2 منهم طال عمركم حاملين اكياس بدينهم، وواحد جايب كاس العلاجات حقت الوصفه هذه اللي اعطيناها. يقول دخلوا علي السلام عليكم. قلت وعليكم السلام ورحمه الله. قالوا اخوي انت من شوي جيتنا قال لي والله موجود هو الرجال خويكم موجود داخل حطيناه بالغرفه. قال لي الله يعطيك العافيه ممكن تودينا عليه؟ يقول انا وصلت لمرحله الذهول، قاعد اطالع اللي قدامي هل هو حلم هل هو علم، وش اللي قاعد يصير بالضبط؟ قلت حاضر امشي. يقول واخذهم وانا بحاله ذهول، يعني الناس كلها تعرف الدكاتره والدنيا يطالعون. قال هذول مين هذول؟ قلت هذول اللي اعطيتهم شوي الورقه. قال شلون؟ قلت والله هذول اللي اعطيتهم ورقه حاسبهم بيشققونها معلش انك نضحك، اصبروا شوي بس اصبروا شوي. يقول ما تعرف اللي اكلمهم فرنسي وكذا واطلع طال عمرك مع الشباب الموجودين. يقول واطلع وديهم لغرفه الرجال المريض. يقول اول ما دخلوا عليه تلقى اللي يعرفونه صار لهم سنين، يقول دخلوا عليه هلا يا مرحبا ويتحوا الحمد لله ازمه وتحدي، يقول يسولفون مع بعض. يقول هم يسولفون تعرف جاء واحد هذا خذ الفواكه والاغراض اللي من الشباب الموجودين وحطها بالثلاجه وضبط الامور وضبط نادر شيء بالغرفه هم يسولفون. يقول انا لدرجه اني ما قدرت اتكلم كلمه واحده، يقول بس اطالع فيهم. يقول طالعوا فيني كذا وحنا قال يعطيك العافيه دكتور ما قصرت شكرا. قلت يا شباب، قلت تفضل، قلت تعرفون بعض؟ قال لا والله اخونا جزائري يعني شلون كلنا الجزائر كلنا شعب واحد جسد واحد وعندنا اخوان. قال لا تعرفون بعض معرفه شخصيه؟ قال لا ما نعرف بعض الحمد لله تعرفنا عليه خلاص هذا مكسب من مكاسب الحياه الجديده. المهم يعطيك العافيه دكتور ما قصرتوا. يقول تعرف اللي طالع وش اللي قاعد يصير بالضبط؟ يقول واطلع طال عمرك من عندهم. يقول اجلس اراقبهم من وراء دريشه بشوف شو الموضوع وش قاعد يصير بالضبط. وانا طالع من وراء الدريشه وهم قاعد يتكلمون مع بعض. يقول غاب ذهني. يقول رحت بعيد قاعد اطالع قاعد اقول وش المرحله اللي وصلوا لها الشعب هذا من التآخي لدرجه انه واحد يامر على واحد ما يعرفه والثاني لا ينفذ له ويجي يسوي الطلبات يضبط اموره يسوي كل شيء كانه اخوه الصغير يعني. يراعونه هالمراعاة هذه يضحكون معه كانهم يعرفونه من سنواتهم توهم يشوفونه اول مره يعني بحياتهم يمر عليهم الشخص هذا. مجرد انه اسم جزائري فقط يعني فقط اللي يربطهم اسم جزائري وطني فقط يعني ما في شيء ثاني. يقول فغاب ذهني وانا افكر اقول وش اللي خلاهم يوصلون للمرحله هذه من الحياه متى توصلها بالضبط؟ وليش اللي قاعد يصير عندي من رحمه هذا اللي قاعد يصير قدامي
شيء عجيب يعني، شيء عجيب بحياتي ما شفته. قلت تعرف اللي وانا سارح يعني رايح بعيد ولا ادري عن شيء. يقول الوكاد الدقائق هذه خلتني اراجع الحياه كلها، كل الحياه راجعتها بالدقائق اللي استرحت فيها. يقول شوي طال عمرك طلعت ولا هم كانوا قاعد يتحالفون لهم على شغله، حطوا شغله تحت المخده ومشوا. يقول جيت عليهم يعطيكم العافيه شباب ما قصرتوا ما ادري، قالوا يعطيك العافيه انت ما قصرت، اي شيء تحتاجه ولا كذا هذا رقم تليفوناتنا واحنا موجودين هنا 4 ايام 5 ايام وراجعين من الجزائر، اي شيء تبيه بس كلمنا. قلت يعطيكم العافيه ما قصرتوا وان شاء الله امور طيبه وان شاء الله انه ما عليه خلاف. يقول طلعوا طال عمرك من عندي، يقول شوي ابو ساعه كذا، يقول رجعت ولا الرجال نايم سابع نومه. يقول صار عندي فضول بعرف وش اللي حاطينه تحت المخده عند الرجال. يقول جيت واسحب طال عمرك اللي تحت المخده. يقول يوم طلعت ولا حاطين له 1000 يورو. 1000 يورو بمعدل تقريبا 5500 ريال. ناس ما يعرفونه، اول مره يشوفون هالشخص هذا. يقول حاطين المبلغ تحت المخده على اساس اذا احتاج شيء من امور الدنيا يسهل اموره. ومشوا طيب نيه. يقول لا شعوريا بكيت، يقول ما ادري بنفسي كذا بكيت، يقول لدرجه اني طلعت من الغرفه وخليت الموضوع كله. يقول 3 ايام وانا قاعد افكر الموضوع، يعني شلون وصلوا للمرحله هذه من الاخوه، شلون وصلوا الى هذه المرحله من الترابط فيما بينهم. يعني الشعب العظيم هذا، الشعب الجزائري ترى شعب عظيم جدا يعني. يقول بعد 3 ايام شوي طال عمرك كلهم مسجلين خروج للرجال نفسه، سلمت عليه وهذا يعطيك العافيه ما قصرت. قلت لا والله ما سويت الواجب، اللي يعطيهم العافيه والله اخوانك اللي ما قصروا، ولكن عندي سؤال. قال تفضل. قلت يعني هذاك اليوم يوم تقول لي خذ الوصفه وعطها لاي واحد جزائري تلقاه بالشارع وتتكلم من ثقه، يعني كانه انت تبي تامر عليه، يعني كانه يعني له حق او لك حق عليه المفروض انه يسوي. وش الثقه هذه؟ وش اللي خلاك تتكلم بالثقه هذه؟ وش الموضوع؟ وش اللي خلاكم بهالقوه من الترابط اللي بحياتي ما شفتها ولا مرت علي؟ يعني ممكن تشرح لي بس بشيء بسيط؟ يقول جالس يضحك. قال امور كثيره. قلت تذكر لي امر واحد. قال امر واحد بس؟ قلت والله بس امر واحد. قال اجتمعنا في يوم من الايام مصير واحد. قلت شلون اجتمعتم مصير واحد؟ قال كانت حياتنا كلها مرتبطه بترابطنا والتزامنا مع بعض، يعني اننا نصير اخوان فقط. هذه الحياه كلها مرتبطه على هذا الترابط اللي يصير بيننا. قلت شلون؟ قال يا اخي المحتل الفرنسي اخذ البلد تقريبا 136 سنه. حلو؟ قلت حلو. قال بعد استعماره حاولنا ان نستقل، فلذلك ترابطنا لتحديد المصير، فهذا مصيرنا للنجاة، اما النجاة او الموت، ننجو كلنا ولا نموت كلنا. يقول لكن الحمد لله ما فقدنا الا 1,500,000 شهيد، فاللي تشوفهم جوني فاقدين وانا فاقد، وكثير من الجزائريين فاقدين اناس لهم، اللي فاقد جده، فاقد ابوه، فاقد عمه، فاقد خاله، كثير من الناس، فارتبطنا في مصير الفقد، فصرنا كلنا كاننا اخوان، كلنا طال عمرك نتلاحم تحت مصير الفقد. لكن بالنهايه اللي صار كله اننا كنا امام خيارين، اما اننا نتلاحم ونلتزم ونطلع من خلال هذه الازمه، او اننا طال عمرك كل واحد يعمل برايه ونفنى في هذه الازمه. لكن اللهم لك الحمد تلاحمنا واستطعنا ان نطرد هذا المحتل في تقريبا سنوات معدوده، تقريبا 13 سنه، فقدنا صحيح الكثير من الشهداء، لكن هذه الازمه اللي مرينا فيها ولدت هذا الشعب العظيم اللي انت قاعد تشوفه. تلاحمنا في هذا الوقت او في هذاك الوقت هو اللي كان الفيصل لبقائنا اخوه او بقائنا متشتتين طوال الاعوام. يقول فطلعت فيه. تعز الله انكم طلعتوا من ازمه صح. لذلك دائما بينك وبين نفسك اعلم ان الازمات مهما كبرت ومهما صغرت، التلاحم بين الشعوب هو اللي يجعل من هذه الشعوب بعد الازمه اخوان. تواجه على خير ان شاء الله. السلام عليكم. القصة هذه قصة حقيقية وواقعية يعني، ولما جبنا القصة مثلا هذه الاستفادة من بعض النقاط الموجودة في معنى التلاحم والقضاء على الأزمات يعني بشكل كبير. يعني بغض النظر الشعب الجزائري ترى شعب عظيم جدا، شعب عظيم. يعني لما تقرأ عن الشعب الجزائري والله تندهش من يعني من صحيح الترابط اللي موجود بينهم، ترابط غير طبيعي، ترابط عظيم يا أخي. طبعا تعتبر الجزائر هي أكبر بلدان أفريقيا بعد انقسام السودان إلى قسمين، صارت الشمالي والجنوبي، صارت الجزائر هي أكبر بلدان أفريقيا. نرتبط معاهم بشغلات كثيرة، ترى يسمون بلدهم أو يسمون الجزائر بلد الكرز والتمر، يعني عنده فصلين، تعرف اللي يجيب لك الكرز يجيب لك التمر. ومن يعني أبرز مشروباتهم اللي يحبونها، أنا قاعد أقرأ عنها صار لي أيام، الشغلة اللي مدمنين عليها القهوة مع الهيل، الدلة اللي ما تبهر من الهيل، عليك الباقي. تواجه على خير إن شاء الله.